أسعد الله أوقاتكم حبايبي، وين ما تكونون رجعت وياكم بفيديو جديد. اليوم راح أسوي ريزو الدجاج اللذيذ، سهل وسريع وما يحتاج له أي وقت وأي جهد، يعني ما ياخذ منكم وقت هواي. مجرد أنه تحضرون الدجاج وتتبلوه قبل مدة وتخلوه بالثلاجة. هنا أنا حضرت صدور الدجاج، قطعتها بهذا الشكل مثل ما تشوفون، وحضرت التتبيلة اللي هي مجموعة من البهارات. هسه راح أقول لكم شنو خليت. خليت بابريكا مدخنة وبابريكا يعني باردة، وزنجبيل وثوم مطحون، بصل مطحون، كركم، كاري، زنجبيل قلت، وبعد شنو فلفل أسود، و7 بهارات. وهذه البهارات اللي تشوفوها أمامكم خليتها، وعصرة ليمونة. فهسه راح أجي أتبل الدجاج، وراح أضيف هذه البهارات على الدجاج، راح أضيفها كلها، وراح أخلط هذه البهارات ويا الدجاج، وراح أضيف عصير الليمون، وراح أضيف رشة ملح. طبعا ما راح أحط ملح هواية لأن الماجي اللي خالته هو بملح، وزيت، واخلط المكونات وراح أغطيها وراح أخليها بالثلاجة. تريدون قبل بيوم تتبلون الدجاج، تريدون قبل ساعتين 3 براحتكم، المهم الدجاج عندنا يتبل وياخذ هذه النكهات. هنا راح أحضر الطحين. خليت عليه نشا، وخليت عليه نفس البهارات اللي ذكرتها قبل شوي اللي تبلت بيها الدجاج. وراح اخذ نص هذه الكمية مال الطحين افرغها هنا بهذه الكاسة، نصها بالضبط، وراح اضيف عليها مي واخلطها بحيث تصير عجينة سائلة بهذا الشكل. هنا حضرت عندي الطحين والعجينة السائلة. هنا ضفت بيكنج باودر على العجينة السائلة شوية، مو هواية. هنا حضرت مكونات الدجاج المقرمش اللي هو نستعمله احنا للريزو. هنا راح اسوي رز الريزو او تمن الريزو. هنا خليت زيت بالجدر وانتظر يحمى، وضروري الزيت يكون يعني حار حتى يطلع التمن طيب عندكم. هنا التمن طبعا اني غاسلته ومنقعته ورجعت وراها صفيته. هنا ضفت التمن. طبعا تمن الريزو طعمه خرافي كلش طيب، سووه على طريقتي ما راح تندمون. هنا ضفت كاري وكركم على التمن، وضفت بصل مطحون وفلفل اسود شوية وهيل مطحون، وماجي باودر، ومي، وشوية ملح لأن أنا خالة ماجي والماجي مالح. وهنا أنا قبغته وراح نخليه إلى أن ينطبخ. وهنا أنا عندي انطبخ التمن وصار يجنن ريحته وطعمه فتشي. هنا أنا راح أحضر الصلصة. طبعا تعرفون صلصات الريزو هواية متنوعة، بس أنا راح أسوي هذه الصلصة سهلة وسريعة وكلش طيبة، اللي هي عبارة عن صوص الباربيكيو والكاتشب والصوص. أكو ناس تحب المايونيز
والشيدر، يعني صلصة الشيدر والكاتشب تخلطهم. اكو ناس يحبون يضيفون بس مايونيز وكاتشب، اكو ناس يحبون يضيفون نكهات وصلصات اخرى، فحسب الرغبة. هنا انا خلطت هذه الصلصات وخليتها بهذه العلبة مثل ما شفتوا. هنا انا طلعت الدجاج المتبل من الثلاجة، وراح ابدي اقلي على نار متوسطة. هنا خليت الطاوة، ضفت عليها الزيت، يحمى الزيت. هنا اخذت هذا الدجاج اللي متبلته وخليته هنا بالخلطة اللي سويتها، الخلطة السائلة اللي هي الطحين المتبل والمي، وبعدين خليتها بالطحين. وراح اقليه على نار متوسطة حتى يستوي عندي الدجاج ويصير طعمه من جوا طري ومن برا كريسبي مقرمش. يجنن، طلع كلش طيب، نكهته بالضبط نكهة ريزو المطاعم. إذا وصلتوا لهنا من المتابعة حبايبي، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. وبلايكاتكم ومشاركاتكم واشتراككم راح تدعموني وتساعدوني على انه يعني انشر هواية لكم، واتواصل دائما بالنشر واشجع بالنشر. هنا انا قليت كل الكمية، يعني عفوا مو كل الكمية، يعني قليت مجموعة، يعني هي الكمية كلش هواية أنا مسوية. وهنا أنا صبيت الرز وقطعت الدجاج اللي قليته، وهنا خليت الصلصة، ومثل ما تشوفون المنظر لا يقاوم، الطعم كلش كلش لذيذ حبايبي. جربوا وراح تتعودون دائما تسووه. لا تنسون حبايبي اللايك والاشتراك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. اني يعني استغرب من بعض الناس بصراحة، يعني انه يشوفون الفيديو وما ينطون اللايك، وكأنه اللايك يعني فشي صعب عليهم، او شيء ثمين بالنسبة لهم جايبي. يعني هي كبسة زر، يعني لا أكثر ولا أقل، هي لا تغني ولا يعني تسمن، بس هو مجرد دعم معنوي، وإنه يصعد الفيديو حتى الناس تشوفه، أو حتى أكثر عدد من الناس يشوفوه. يعني فضلا وليس أمرا اللي يشاهد ينطينا لايك. وشكرا على المتابعة، في أمان الله.